اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من تملك حوائج السائلين، ارزقني وارزق من أحب سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك اسعدني واسعدهم، واغفر لي واغفر لهم، وفرج همي وهمهم، ويسر أمري وأمرهم. اللهم اكتب لنا أياما جميلة اسعدنا بتفاصيلها، وأغمرنا بخيرك الذي لا يفنى. ربي ارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا اسمي جميلة، ومن غير ما تقولوا عليا مغرورة، كان اسم على مسمى. فأنا كنت جميلة جدا، وكنت في غاية الروعة، وكل الشباب في قريتي وكل صديقاتي البنات بيحسدوني على ما أنا فيه من جمال، وكانوا جميعهم يقولون لي دائما: إحنا لو في نص جمالك كنا سوينا الهوايل. المهم اتقدم ليا معظم شباب القرية، وكنت بتدلل عليهم وأطلع في كل منهم القطط الفطسانة زي ما بيقولوا، وأرفضهم وكأني بنتظر الفارس اللي على الحصان الأبيض اللي يستاهل الجمال ده كله ويليق عليه. وكان مدح صديقاتي ليا بيزيدني غرور وتمرد، فكل منهم يقول لي: أنت تستاهلي أمير يعيشك أميرة، مش أي حد عادي كده. كان من بين الشباب اللي تقدموا لي شاب ليس وسيم ولا قبيح، عادي يعني، حالته المادية أقل من المتوسط، فقد تقدم لي أكثر من مرة، وكنت في كل مرة كنت برفضه وأرفض غيره من الشباب. حتى شاع عني في القرية إني مغرورة، وإن مهما تقدم لي الشباب فلن أقبل بأي أحد منهم، وكنت عايزة واحد من كوكب تاني، وكأنهم أجمعوا جميعا على إن لا يتقدم لي أي أحد بعد ذلك. فمرت علي كام سنة ما تقدم ليش أي حد، وبدأ يتقدم بي العمر، وبدأ أحس بغلطتي، وبدأ أهلي يلوموني ويقولوا لي: كويس كده، كويس اللي عملتيه في نفسك ده. لحد ما جه الشاب اللي كان مصر إنه يتقدم لي رجع تاني وتقدم لي مرة تانية. كنت خايفة إني أرفضه ما يتقدم ليش حد تاني، وكانوا أهلي برضو بيضغطوا عليا عشان أوافق عليه، وفعلا وافقت. ويوم فرحي بدأت صديقاتي البنات يقولوا لي: هي دي آخرتها، تصومي وتفطري على بصلة. وبدأت التريقة اللي جعلتني أكره زوجي من أول يوم زواج، ولكنه كان يحبني بصدق فتحمل سخافتي، فكان زوج ونعم الأزواج، فكان يتمنى لي الرضا، ولكني لم أحس بذلك ولم أشعر معه بالسعادة. وأصبحت أكره حياتي وأقول لنفسي وأنا بنت لم أحس بالسعادة، لأني لم أجد من يستاهل جمالي بعد. وبعد الزواج لم أحس بالسعادة، فقد كرهتني صديقاتي في زوجي رغم محاولاته العديدة في إسعادي. فكان زوج متعاون ويحاول أن لا يجعل لي شيئا ينقصني، ولكن كانت حالته المادية لا تساعده على ذلك. من وجهة نظري فكنت أرى صديقاتي في حالة مادية أفضل مني، فكنت أتضايق وأقول: إزاي أنا رضيت بحياتي دي؟ وكنت أتصنع المشاكل معه، ولكنه كان يتحمل ويأتي على نفسه كثيرا. ومرت سنة وأنا لم أحس به ولم أشعر معه بالسعادة رغم كل محاولاته، وكان يريد أن ننجب طفل، ولكني لم أفكر في ذلك، وكنت أقول: أحسن إني اتأخرت في الإنجاب، فأنا لا أريد أن أكمل معه. ولكنه ضغط علي بأن نذهب للطبيب معا نعرف سبب تأخر الحمل. وذهبت معه بضغط منه، طلب الطبيب منا بعض التحاليل، وعدنا بعد ذلك
عملنا التحاليل وأخذها زوجي ليعرضها على الطبيب، وعاد وهو حزين ويائس. فقلت له: في إيه؟ حصل إيه؟ قل لي أرجوك. قال لي: أرجوكي ما تتخليش عني. فقلت له: إيه اللي حصل؟ قال لي: الطبيب قال لي إني لن أستطيع الإنجاب أبدا، فرغم أنه صعب علي لحزنه الكبير، ولكني بيني وبين نفسي قلت هذا سبب مقنع لأطلب الطلاق، ولكن ليس الآن، لسوء حالته النفسية. ومرت الأيام وهو يزيد من محاولاته لإرضائي، ولكني كنت أختلق المشاكل. وأثناء مشكلة قلت له: مش كفاية مستحملاك؟ أنت ما بتستاهلنيش ولا تستاهل جمالي، وأنت ولا مال ولا جمال ولا حتى أولاد. رد علي قال لي: معلش استحملي، أنا بجد بحبك وعمرك ما هتلاقي حد زيي في حبي ليكي ومحاولاته لإرضائك. قلت له: ده أنا ألف من يتمناني. فتركني ولم يرد علي وخرج، وأتى الليل ولم يأتي. فدخلت نمت، واستيقظت صباحا فلم أجده في الشقة، فلم يأتي حتى سمعت التليفون يرن. فذهبت لأرد، فقال لي أحد إن زوجي عمل حادث وهو دلوقتي في المستشفى. فأسرعت إلى المستشفى لأجده قد فارق الحياة. ولا أكذب، لا أكذب إن قلت إني حزنت عليه رغم عدم حبي له يوما، ولكنه لم يفعل لي مكروها يوما. ومرت الأيام وانقضى حزني عليه، وبدأ مرة أخرى يتقدم لي العرسان، وخاصة إني وما زلت جميلة ولم أنجب حتى تقدم لي رجل رأيت فيه ما أتمناه، فهو وسيم ميسور الحال، ولكنه كان متزوج من قبل وقد انفصل عن زوجته. ولكن في هذا فنحن متساويان، فلم أتردد على الموافقة والقبول، وتزوجنا فعلا. ولكن لم يمر على زواجنا كثير إلا وبدأت شخصيته الحقيقية تظهر لي. فهو سريع الغضب، فكان لأقل شيء ينهال علي بالضرب والسب، وكان ذو أخلاق سيئة، فكان لا يرى أنثى إلا عاكسها، وكان يتركني في البيت ويذهب ولا يأتي إلا في منتصف الليل. واسودت الحياة في عيني، وزاد الأمر سوء بعد إني تأخرت أيضا في الإنجاب. وقد أظهرت التحاليل عندما ذهبنا للطبيب إني أنا التي لا يمكن لي الإنجاب. في هذه اللحظة زال الغشاء من على عيني، وعلمت أن زوجي الأول كان يداري عني إنني أنا سبب عدم الإنجاب منه وليس منه. وتذكرت ما تحمله من سخافاتي وإذلالي له، ندمت أشد الندم. كنت أعرف قيمته. كلما كان زوجي الثاني يسيء معاملتي ويشبهني بالأرض البور لعدم إنجابي، ويقول لي: هتجوز اللي تجيب لي الأولاد، وهخليكي تخدميها. فطلبت منه الطلاق مرارا وتكرارا، ولكنه رفض وقال لي: انت جميلتي، انت ملكي لي ولمزاجي ومتعتي، وانت هنا زيك زي أي حاجة في البيت موجودة. وكان يسيء المعاملة والمعاشرة، فكان ذلك يزيد من حسرتي على زوجي الأول، وإنه هو كان فارس أحلامي الذي كنت أنتظره وأنا لا أعلم. حتى زادني الأمر ذهبت إلى قبره أبكي عنده وأستسمحه، وأقول له: كنت أظن إنك أنت اللي ما تستاهلنيش، ولكني اكتشفت اليوم إني أنا اللي ما كنتش أستهلك، واكتشفت إن السعادة لا تكون إلا في الرضا. وكنت كلما ضاق بي الأمر أذهب إلى قبره وأبكي وأتحدث إليه، حتى جاء يوما وجدت زوجي خلفي ورآني وأنا أبكي، وسمعني وأنا أشكو لزوجي الأول وهو في قبره، وأشكي له سوء معاملة زوجي الثاني، وإني نادمة على فراقه أشد الندم. فمسكني من يدي وأوقفني وأخذني في حضنه وقال لي: أنا آسف بجد، أوعدك بإني أحسن معاملتك، وإن أردت الطلاق فليس عندي مانع. فقلت له:
أنا تعلمت أن أرضى بما كتب الله لي، فلم أطلب منك إلا أن تحسن معاملتي، فسوف أرضى بما كتب الله حتى أشعر بالسعادة. فقد علمت أن السعادة ليست في المال ولا في الجمال ولا في أي شيء، السعادة في الرضا. وأشكركم جميعا على الكلمات الطيبة اللي بتكتبوها لي في التعليقات، وأشكركم جدا. ربنا يوفقنا جميعا. دمتم في رعاية الله وحفظه.